السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ اهلا بيكم عزة فهمي واسرار المطبخ. هنبدأ بالصلاة والسلام على رسولنا الكريم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كل سنة وانتم طيبين يا جماعة بمناسبة تسوع وعاشوراء. طبعا ده وقتها ولازم تعمليها لاولادك وتفرحيهم بيها وتعملوا لهم كده حبة افتكاسات كده وحبة حركات عشان ياكلوها وعشان خاطر يحبوها ويفرحوا بيها جدا. انا هنا يا جماعة معايا نص كيلو من الغلة. بعت بنتي تجيب لي نص كيلو، راحت جايبه لي ربعين. ما علينا، ادي نص كيلو من الغله افضيه عشان خاطر هنقيه واطلع منه اي شوائب. وكمان جايبه لي نشا. هطلع بقى الشوائب، هطلع منه اي قش، اي شعير، اي حاجه موجوده فيه. هنقيه كويس عشان خاطر هنغسله غسله كويسه. ونبتدي بقى نشتغل في العاشوره بتاعتنا. هنعمل احلى عاشوره مع بعضينا. طبعا لو اول مره بقى تشوفي الفيديو بتاعي او تتابعي القناه بتاعتي، يا ريت تحطي لي كومنت حلو كده، ربنا يرضيكي ويكبر بخاطرك كده. تحطي لي كومنت حلو ودعوه حلوه وتصلي على الرسول في الكومنتات، وتعملي متابعه لصفحه الفيس واشتراك لليوتيوب وتعملي لي مشاركه للفيديو. تمام. انا هنا جبت الغله بتاعتي غسلتها كويس جدا وحطيت عليها ميه هنقعها كده لمده ساعه او ساعتين. بعد ما نقعتها هاجي اغسلها تاني غسله كويسه. وبعد كده هجيب حله على النار وهنزل بالغله بتاعتي. طبعا انا نقعتها ليه يا جماعه؟ عشان ما تاخدش وقت في السوا، وهي اصلا ما خدتش وقت في السوا. اول ما نقعتها حسيت كده غله البليله كده ابيضت وزادت يعني. فانا هنا اهو بصوا اهي بتغلي على النار، شايفين شكلها عامل ازاي؟ طبعا بتشيلي اي حاجه فوق الوش كده بالمعلقه. وبعد ما استوت كويس جدا، انا خدت كده حبه كده على جنب كده من غله البليله بتاعتي في حله تانية عشان محتاجاهم هعمل بيهم حاجه. وادي العاشوره بتاعتنا اهيت على النار. هنزل عليها بكوبايتين من السكر عشان خاطر السكر بتاعها يكون مظبوط. بصي السكر ده في ايديكي، انت عايزه تحطي كوبايه ونص، كوبايتين، انت بتدوقي وتشوفي ايه اللي بتحبي السكر بتاعها ايه. انا هنا الكوبايتين دول طلعوا مظبوطين جدا. هحطهم كده وهقلبهم كويس جدا. وهجيب بقى 2 كيلو من اللبن وهنزل بيهم على غله البليله بتاعتي، لان انا عامله نص كيلو غله البليله. لو عامله ربع كفايه كيلو لبن، لكن انا عامله نص كيلو ويا دوبك بس خدت منه حوالي طبقين كده على جنب، عشان ولادي عايزين ياكلوا بليله باللبن كده من غير عاشوره يعني. تمام. سبتها بقى تغلي غلوتين والسكر ده فيها. هجيب حبه لبن صغننين واحط عليهم كده 3 4 معالق نشا. ما تكتريش النشا، هما 3 كفايه او 4. وهقلبهم كويس جدا وهدوبهم في حبة اللبن. واحط عليهم ظرفين من الفانيليا. ما ينفعش تحطي النشا على اللبن وهو سخن عشان هيكلكع، لكن لازم ندوبوه في مية باردة او لبن بارد او اي حاجة. وهنزل كده بيهم على اللبن والبليلة بتاعتي وهقلبهم كويس. التست بقى العالي بتاعي اللي هيخلي العصيرة بتاعتي كريمية وتحفة وملهاش حل: معلقتين من القشطة. عندك كريمة طبخ بتحطيها، اللي هي الكريمة اللباني دي انت بتحطيها على الحاجة بتاعتك، او قشطة اللي رايحك. انا عندي قشطة وش اللبن حطيتها. بصوا بقى يا جماعة قوام العصيرة بتاعتي بقى عامل ازاي. مش قادرة اقول لكم، كانت كريمية وجميلة جدا ملهاش حل. هطفي بقى عليها النار واسيبها تبرد. بعد ما بردت كده حوالي ربع ساعة نص ساعة، يعني مش كتير قوي، هجيب بقى الاطباق بتاعتي وهبتدي بقى اغرف في الاطباق بتاعتي. هغرف كده واسيبها تبرد، لاني بقى هعمل لهم بقى حبة حركات وتكات بقى على العاشورة هتفرحهم جدا وهيبقوا مبسوطين بيها. ولادك لو مش بيحبوها ومش بياكلوها، من الحركات ومن الحاجات اللي انت عاملاها لهم هياكلوها، هيبقوا فرحانين بها جدا. لان العاشورة دي يا جماعة من الحاجات المفيدة جدا. غلة البليلة ديت كلها كالسيوم. يعني الست الحامل بننصحها اللي هي اثناء حملها تاكل بليله. الاطفال الصغيرين بننصح اهاليهم اللي هم اكلوهم بليله، لان فيها كالسيوم عالي جدا. دي فيها كالسيوم من ناحيه الغله ومن ناحيه كمان اللبن، وجميله جدا ومفيده ومشبعه كمان. فلما تعمليها لاولادك انت بتعملهم كده حاجه مفيده وهتفيدهم. بصوا عملت لي كام طبق وشايفين لونها، ومش قادره اقول لكم كانت كريميه وكانت جميله جدا وسايحه كده وحلوه قوي. وكمان النشا لما حطيتها في التلاجة وسقعت بقت متماسكه وجميله قوي. بجد جميله جدا وجامده وعجبت ولادي. يلا بقى نزوقها بقى كده بحبه حركات وتكات وهتفرح الولاد. انا هنا جبت واحده ايس كريم
وايه، وهحط كده اهوت ايه، انتوا مش بتاكلوا بره عند بقى بلبن وعند حلب وعند اشطوطه اللي هو الرز بلبن بالايس كريم، واحنا كمان هنعمل عاشوره بالايس كريم وعاشوره بالمانجا وعاشوره بالشوكليت. هنعمل بصوا حاجات كتيره جدا لولادنا هيفرحوا بيها، وغير الطعم هيبقى جامد. كل الحاجات دي بره بتبقى مكلفه جدا وبتبقى غاليه، احنا بنعملها في البيت باقل الامكانيات واقل التكاليف، وبنفرح ولادنا بيهم وبنبسطهم. خليكي كده يا ست اقتصاديه موفره، واعملي لي كل حاجتك في البيت. ليه اروح اجيب طبق قد كده من بره ب50 60 جنيه؟ ده عايزه اقول لكم اللي انا هعمل كل دوت 2 كيلو اللبن ب60 جنيه، ونص الغله كان عامل حوالي 12 جنيه، وعملنا الجمال والحلاوه دي كلها. بصوا انا حطيت ايس كريم، وحطيت مانجا، وحطيت جوز هند وزبيب. جيت احط الشوكولاته، ما كانتش نازله في الازازه كويس، بس هتنزل. وهحط دلوقتي الشوكولاته قدامكم، بصوا جامده جدا، شكلها مش قادره اقول لكم، وريحتها والقوام بتاعها كريمي. شايفين الحلاوه والجمال؟ ولادي فرحوا بيها جدا، وكل سنه وانتم طيبين. ولو وصلت لحد هنا يا ريت تحطوا لي كومنت حلو، وتصلي على الرسول في الكومنتات، وتقولي انتوا بتتابعوني منين، ويا ريت تعملوا مشاركه للفيديو عشان كل حبايبكم واصحابكم يشوفوا الطريقه، وتعملوا متابعه واشتراك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.